بقى شويه تسبيكه مكرونه سباجيتي. تمام. طبعا ايه اكله اول 20 سنه جواز. البانيه والمكرونه. اول ما توصل معايا للون ده هبدا بقى انزل بعصير الطماطم. هسيبها بقى تغلي وهديها رشه ملح ورشه فلفل اسود. لو بتحبوا بهار حطوه، بس انا بحبها بيزك بصراحه. ممكن اديلها بكتير قوي رشه جوز الطيب خفيفه قوي. ولما تغلي نوطي عليها ونسيبها تتسبك على مهلها. نعرف انها اتسبكت لما نلاقي الزيت طلع على الوش وفصل عن الطماطم، يبقى هي كده اتسبكت. ننزل بقى بالمكرونه. حطينا بقى الملح وظبطنا ملح السلق وحطينا نقطتين من الزيت. نسيبها بقى لو هنقلبها في الصوص نسيبها تبقى لادنتي او الادنتي، يعني فيها نضغه بسيطه قوي عشان تكمل في سواها في الصلصه. اما لو احنا عايزينها بيضه ونحط عليها الصلصه فسيبوها تستوي للاخر. المكرونه بتاعتي بقى غرفتها تمام وزينتها برشه بقدونس وقطع فلفل حار.